السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد الراعي، ودي حلقة جديدة من قناة خط. الخط بتاعنا النهاردة راجع سنين كتير، مش سنين قليلة، ده راجع ملايين السنين، تحديدا حوالي 230 مليون سنة، في زمن ما كانش فيه لا بشر ولا مدن ولا حتى صوت غير صوت الرياح والعواصف والرعد اللي بيشق السما. الأرض ساعتها كانت شكل تاني، القارات كلها كانت لازقة ببعض، قارة واحدة ضخمة اسمها بانجيا، مفيش حدود ولا محيطات تفصل بينها، وطبعا الجو كان حر جدا ورطب، والحياة بدأت تاخد شكل غريب شوية. حيوانات ضخمة بتظهر لأول مرة على الأرض، وكانت دي البداية الحقيقية لأسطورة مش هتتكرر، أسطورة الديناصورات. في الأول ما كانوش بالحجم اللي احنا بنشوفه في الأفلام، كانوا صغيرين نسبيا، زواحف بتجرب تعيش وتتكيف، بعضها بيجري على أربع وبعضها على رجلين. بس مع مرور ملايين السنين الأرض نفسها اتغيرت، القارات بدأت تتحرك، الجو اتبدل، وكل ما الطبيعة بتتغير الكائنات كمان بتتغير وتتطور علشان تفضل عايشة. ومن هنا بدأ عصر مجد الديناصورات. كان في منهم أشكال وأنواع ملهاش عدد، ديناصورات لاحمة بتاكل اللحوم، وأشهرهم التيرانوسور ريكس، ملك الغابة وقتها، ضخم جدا وأسنانه بحجم سكينة مطبخ، وعضته كانت كفيلة إنها تكسر عظم أي كائن تاني. وفي الناحية التانية كان في ديناصورات عاشبة زي البراشيوسورس أو البراكيوسور، برقبته الطويلة اللي كانت بتوصل لقمم الشجر علشان ياكل من الأوراق العالية. شكله كان مسالم بس حجمه كان مرعب جدا. وكان في أنواع غريبة زي الترايسيراتوبس، عنده درع على رقبته وثلاث قرون بارزين في وشه بيستخدمهم في الدفاع والمعارك. مخلوق ضخم، رجله كانت تقيلة على الأرض، وشه شبه قلعة مفتوحة فيها سلاحه. الأرض وقتها كانت أشبه بغابة ضخمة مفتوحة فيها نباتات عملاقة ومستنقعات وبراكين نشطة، ومفيش مخلوق يقدر يقول لأ للديناصورات. كانوا فعلا ملوك الكوكب، وبيتحكموا في كل حاجة وكل نوع لبيئة بيعيش فيها، اللي في الغابات واللي في الصحراء واللي في المية. وحتى في السماء ظهرت أنواع طايرة زي التيروسورات، مخلوقات بجناحات ضخمة تمتد أمتار في الهواء، كانت أول الزواحف اللي قدرت تغزو السماء. أجنحتهم خفيفة بس قوية، وبعضهم كان حجمه يوصل لطول أتوبيس. كانوا بيطيروا فوق البحر والغابات وبيصطادوا الأسماك والزواحف الصغيرة، وكأنهم عيون الكوكب من فوق بيراقبوا كل حاجة بتحصل تحتهم. كأن الكوكب كله اتقسم مناطق بين الديناصورات، اللي يدهشك إن رغم ضخامتهم كان في نظام، كل نوع ليه طريقته في البقاء. في اللي بيعيش في جماعات علشان يحمي نفسه، وفي اللي بيصطاد لوحده. اللاحميين كانوا بيستخدموا الذكاء والقوة، والعاشبيين كانوا بيعتمدوا على الحجم والتعاون، والطبيعة كانت دايما بيختبرهم، موجات حر، فيضانات، ورماد بركاني. ومع كده قدروا يعيشوا ملايين السنين. ده كان مهول لو فكرت فيه، احنا البشر عمرنا على الأرض لا يقارن بيهم أصلا. بس زي أي قصة عظيمة لازم يكون ليها نهاية، ونهاية الديناصورات كانت مفاجأة. من حوالي 66 مليون سنة كوكب الأرض اتعرض لحاجة مدمرة، نيزك ضخم نزل بسرعة رهيبة، خبط في شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك. الاصطدام ده عمل انفجار أقوى من كل القنابل اللي عرفناها، حرارة خرافية، جبال اتبخرت، وغبار طالع للسما غطى الكوكب كله. الشمس اختفت، الجو برد فجأة، والنباتات ماتت، وبعدها الحيوانات اللي كانت بتتغذى عليها هي كمان. ولأن الديناصورات كانوا محتاجين أكل كتير علشان يعيشوا، بدأوا واحد ورا التاني يختفوا. العلماء بيقولوا إن أكتر من 75% من الكائنات انقرضت في الوقت ده، وكانت الديناصورات من ضمنهم. كأن صفحة كاملة من كتاب الحياة اتقفلت فجأة. بس هنا بقى المفاجأة اللي محدش كان متخيلها، مش كل الديناصورات راحت، في مجموعة قدرت تتأقلم، أجسامها بقت أصغر، الريش بدأ يظهر مكان الجلد،
وقدرت تطير، ومع الوقت اتحولت لحاجة احنا بنشوفها كل يوم. الطيور، أيوة الطيور، الحمامة اللي بتطير فوقك، العصفورة اللي بتغني الصبح، دول أحفاد الديناصورات. العلم ده مش كلام خيال، ده مثبت بالأحفوريات. العلماء لقوا عظام لديناصورات بريش، ولقوا تشابه رهيب بين عظم الطيور وعظم الديناصورات. يعني ممكن نقول إن الديناصورات لسه موجودة بينا، بس بحجم صغير. الناس دايما فاكرة إن الديناصور هو الحيوان الضخم اللي بيظهر ويهدم الجبال، بس الحقيقة إنهم كانوا أكتر من كده بكتير. كانوا كائنات معقدة، منهم الذكي، ومنهم اللي بيتعاون، ومنهم اللي بيهتم بصغاره. وفي أدلة بتقول إن بعض الديناصورات كانت بتدفن بيضها وتحرسه، يعني عندهم غريزة الأمومة. ولو رجعنا لمصر هنلاقي إن كمان عندنا حفريات ديناصورات زي الديناصور المصري سباينوسورس أو سباينوسور، اللي كان من أخطر الكائنات اللي عاشت في أفريقيا. كان برمائي، وده بيخليه من أغرب وأقوى الديناصورات اللي عرفها العالم، واكتشفت أول مرة في الصحراء الغربية، ومن وقتها بقى رمز لاكتشافات الديناصورات في الوطن العربي. العلماء بيستمروا ولحد النهاردة في اكتشاف أنواع جديدة، كل سنة تقريبا بيلاقوا نوع ما كانش معروف قبل كده. العلماء استخدموا التكنولوجيا الحديثة زي المسح بالأشعة وتحليل الحمض النووي علشان يفهموا أكتر عن شكلهم وطريقتهم في الحياة. التاريخ بيقول إن كل كائن مهما كان قوي ليه وقته. الديناصورات فضلوا على الأرض أكتر من 160 مليون سنة، بس لما الظروف اتغيرت انتهى عصرهم. وده يورينا إن مفيش كائن دايم، اللي يعرف يتكيف هو اللي بيعيش، مش اللي أقوى. يمكن ده اللي بيخلي قصتهم عظيمة، مش لأنهم انقرضوا، لكن لأنهم سابوا أثر وخلوا العلماء بعد ملايين السنين لسه بيدوروا ويتعلموا منهم. لما تبص في السما وتشوف طائر بيطير، افتكر إنك بتشوف سليل ملوك الأرض زمان، الديناصورات اللي حكمت الكوكب وسابت وراها سر كبير بيحكي حكاية الحياة نفسها. وفي النهاية الحكاية دي مش مجرد قصة عن مخلوقات ضخمة راحت، دي حكاية عن التغير، عن القوة اللي من غير تكيف ما بتدومش، وعن دورة الحياة اللي بتبدأ وتنتهي لكنها عمرها ما بتختفي. وده كان الخط بتاعنا النهاردة، خط رجع ملايين السنين لورا في زمن كانت الأرض فيه بتخص الديناصورات. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك علشان يوصل لكم كل خط جديد.